السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم اكسوتيك. معاكم شادو، والنهارده الكلام هيبقى على 7 ديدلي سينز. زي ما انتم شايفين ده الابديت نوتس بتاع 27/5 اللي هو خلاص النهارده بالليل، يعني اللي هو يعني يعتبر بكره يعني. انتوا فاهميني طبعا. فمن غير رغي كتير نخش في الانترو وارجع لكم تاني على طول. ورجعت لكم بعد الانترو. زي ما انتم شايفين كده هنقول بسرعة ايه كل حاجة هتحصل بكرة، وازاي نقدر نخلص المشينات بتاعة الفيستيفال ايفنت في اول يوم على طول. عشان في ناس كتير دخلت سألتنا يا جماعة انت ازاي بتخلص المشينات بتاعت اللي هي بتطلب منك انت تعمل مثلا كلير، اللي هي الفولت اوف سيرجاريس، اللي هي الايفنت بتاعت كلير تو تايمز، ازاي بتخلصها في نفس اليوم؟ بقول لهم لا، انا ما بخلصهاش في نفس اليوم، انا بفتح مره بعد الابديت على طول. اول ما الابديت ينزل فالمشينات دي بتبدا، الابديت بينزل المشينات دي بتبدا، ومره بعد الريست بتاع اللعبه نفسها. خلاص فهمتوني؟ هفهمكم بعدين. طيب اول حاجه هتنزل نيو هيرو اسكانور ذا ايترنال سان اسكانور. زي ما انتم شايفين كده عاملين له جيفت جميل جدا، شكله لذيذ يعني، والشخصيه الجديده هتبقى اسكانور. البول دروب بتاعه هيبقى جامد جدا يا جماعه. طبعا انا وريت لكم البانر، ووريت لكم معظم الحاجه دي، بس احنا هنمشي في الحاجه دي بسرعه كده عشان خلاص احنا الكلام ده هيبقى بكره على طول او النهارده بالليل على حسب ما تحسبوها. هو هيبقى بعد الساعه واحدة، بعد الساعه 12، فاكيد هيبقى بكره. بس عموما يعني ده هيبقى يعني هيتحسب من النهارده عشان بكره بيبدا بعد الريست في اللعبه. اوكي؟ الريست في اللعبه ده بيبقى الساعه 9 الصبح، والابديت ممكن يخلص الساعه 6 الصبح. خلاص عشان تبقوا عارفين بس. طيب ايه اللي نازل جديد غير اسكانور؟ نازل الشابتر الجديد بتاع الستوري، فهتاخد انت 30 جيمايه بتاع الشابتر اللي احنا هنخلصه على طول اول ما الستوري تبدا، و30 جيمايه بتاعت الشابتر الجديد، فهيبقوا 60 جيمايه فور فري. الكاستم سيت بتاعت اسكانور، طبعا انا قلت لكم ان الكاستم سيت دي عجباني جدا، فاعتقد كده ان أنا هشتريها بالجيمز. الكار ست اللي قلت لكم عليها اللي هي كاب، هعمل زوم شويه بس. ان بي في بي increase the human allied defense related stats by n% if the remaining HP is 50% or higher, or attack related stats by x% if it is below 50%. يعني بيقول لك هيزود الهيومن allies defense، الديفنس بتاعهم related stats by n%. ان دي على حسب الرقم اللي هو فوق هنا، على حسب ما البونص اللي انت بتعمل ابجريد. ولو بيقول لك لو الاتش بي اقل من 50%، بيقول لك هيزود لك ال الاتاك ريت ستاس باي اكس بيرسنت، يعني على حسب الاكس، برضو على حسب الليفل بتاع البتاع. طيب في اتنين نيو هولي ريليك احنا اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، بس نتكلم عليهم تاني بسرعه بانها نزلت البي في بي. الهولي ريليك بتاع تريتر مليودس بيقول لك ان بي في اي انكريز هيرو اتاك ريت ستاتس، يعني بيزود الاتاك ريليتد ستاتس بتاعت ميلي باي 5%، يعني ب 5% اب تو 25، يعني لحد 25%. ونيفر ان الاي يوز سنجل تارجت اتاك سكيل، يعني بيقول لك لما تستخدم سنجل تارجت اتاك سكيل اللي هي الامبليفاي بتاعت ميلي، السنجل تارجت غير الاي وي، فبيقول لك بيستاك اب بقى الاتاك ريت ستاس اب تو 25%. وبيقول لك ريموف 1 دي باف فروم ايتش الاي whenever the hero uses an ally all target skill attack، يعني بيستخدم الاي وي بتاعت ميلي، بتشيل واحد دي باف من الالايز بتوعك كلهم. والهولي ريج بتاع ديريري طبعا مش محتاجين نتكلم عليه، بيقول لك انكريز اتش بي باي 5% فور 3 تيرنز، يزود الاتش بي 5% لثلاث ترنات. each time the hero uses a skill، لما بتستخدم سكيل up to 3 times لحد 3 مرات. when this effect reaches the max stack، لو ما 3 مرات. crit chance is increased by 20%، بيزود الكريت chance 20%، وكريت دامج 80% for 2 turns. خلاص الموضوع سهل. طيب فيستيفال هيرو كوين شوب ده الفيستيفالز اللي هيبقوا في الكوين شوب الجديد يا جماعه، وهيفضلوا موجودين على طول. زي ما انت شايف كده هم دول الفيستيفالز، طبعا كلهم فيستيفالز قدام، بس في منهم ال ار بقى مارجريت، لوست فين، و فين، بس كده مارجريت ولوست فين هم ال ار اللي موجودين الوحيدين اللي هنا. فانت لو عايز تماكس الالت بتاعتهم ومعاك فيستيفال كوينز زياده، طبعا الموضوع مش هيبقى وحش ابدا. في النايت هوت بوس الجديد كيلك اللي هينزل، وايه تاني؟ بيقول لك في باندلز جديده للباي تو وينز. طبعا هنبعد، هنجري بقى من الكلام ده، باي تو وين باي تو وين باي تو وين.
بيقول لك الايفنت الجديد، بيقول لك التشيكن ايفنت ده اللي هيديك 300 وشويه جمايه فور فري لحد يوم 8، لحد ما 28 يوم. تاخد اول يوم 30 جمايه غير ال 60 بتاعه الشباتر الستوري، غير الفري مالتي اللي انت بتاخدها برضو من الميشنز، فيبقى الدنيا سهله قوي. طبعا برضو الويلكم باك تشيكن ايفنت زي ما انت شايف كده، بيديك تيكتس للجامب بوكس ايفنت. بيقول لك الراش درو، الراش درو الجديد بقى يا جماعه، زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات عن 7 ديدلي سينز، زي ما قلت لكم في اللي هيبقى فيه هتاخد ال ار فور فري زي ما انت شايف كده لحد لما توصل 600 جارانتيد. انت فور فري يعني دي بانر فور فري، هتاخد فور فري يو ار ميلي او لايت ليز فور فري، ميرلين او لايت اسكانور. طبعا لو مش معاك واحده منهم تاخد اللي مش معاك، اوكي، عشان هي شخصيات فور فري، فانت كده كده بتزود البوكس سي سي بتاعك. وشخصيات على فكره حلوه مش وحشه، تريتر ميلي لو معكش تقدر تستفيد منه. لايت ليز مش قوي، بيستخدم بس في البوس في النايت وود بوس باتل. وميرلين طبعا شخصيه قويه جدا وكويسه، وبالذات الهول ريكي جديد اللي نزل لها، فهي لا غنى عنها في السنس تيم. اسكانور خلاص هيتعمل له اوت شادو بالاسكانور الجديد، بس هو بي في اي جاد رهيب بصراحه، قوي جدا. والال ار اللي انت مش معاك ممكن تختاره، او لو معاك وناقص لك دوب واحد على الالت مثلا من الشخصيات دي تقدر تختار. وزي ما قلت لكم هيديك ال ار على طول، يعني مش هتحتاج تصرف عليه اي حاجه. طيب دي اليو ار هيرو ليست اللي هتبقى مع الرش درو، يعني لحد ما توصل ل 300. الحاجات اللي هي في النص بقى ما بين 300 600 و450 كده، الدروز هيبقى فيها الشخصيات دي، على فكره كلها شخصيات كويسه، يعني مش قوي يعني. دي شخصيه كويسه عشان اللي معهوش للدنجن كي. الليميتد تايم دنجن دي بتبقى الباسيف بتاعتها بتقول لك انها بتديك انكريز اتاك ريت ستاتس على الاتش بي بتاع البوس، حاجه كده قويه برضو، وهي بتستخدم في التايم ليميت دنجن. واللينكات بقى، تارمي اللينك طبعا اللي مش معاه ماكس لازم يماكسه، روكسي اللي مش معاه يجيبها. اسمها ايه، ريد ماترونا، طبعا هي اتعمل لها اوت شادو بالجرين ماترونا اللي هي بقت احسن منها جرين ماترونا بس كويسه برضو. طبعا بقى بقيه الحاجه دي يعني فري تو بلاي الحاجات دي كلها جيفن قبل كده، اتاخدت قبل كده، ما عدا تارميل طبعا وروكسي. واسكانور خدناه قبل كده، بس يعني اسكانور عشان ال ار لو معكش ماكس الت تقدر تسحبه، ولو معكش ماكس الت برضو ل ار زلدرس هو ده معكش تسحبه، ولو معكش برضو ماكس هنا ل ال ار جلوكسينيا، وهنا ال ار لز، فاعتقد هتبقى حاجات كويسه مش وحشه ابدا. خلاص. بقول لك في السبيشال ميشن، الميشنات بقى اللي بقول لكم عليها اللي انت تقدر تخلصها في اول يوم لو فتحت بعد الابديت وقبل الريست على طول، فهتلعب بعد الابديت على طول فهتقدر تخلص. بيقول لك كلير سولجاريس جراند ريورد 1 تايم، وكلير ايفنت بوس باتل 5 تايمز، وجيت بينجو 10 تايمز، يوز 10 ويلكم جامب بوكس بارت 1 تيكت، ودرو هيرو 10 تايم. اعتقد كل الحاجات دي ممكن تخلصها في يوم واحد، يعني مش لازم تفتح قبل الريست. بس انا كده كده هفتح قبل الريست عشان لو ما عرفتش اجيب البنجو 10 تايمز دي عشان حظي سيء، اقدر ايه الحق اظبط نفسي عشان الحق اعمل لكم الشو كيس بتاع اسكانور. ايه تاني؟ طيب ايه تاني ممكن زي ما قلت لكم الجامب بوكس ايفنت هيديك 3 يو ار كاركتر فور فري يورمجند اللي معهوش. انا لحد دلوقتي اخويا الصغير معهوش يورمجند، هو بيلعب اللعبه بس على خفيف، بس معهوش يورمجند، فعشان كده الديل عامل له مشكله. الفيست سوري سبرينج ليز دي كويسه برضو مش وحشه، ما بتستخدمش كتير بس هي يعني شخصيه بتستخدم في الكيوس باتل كويسه جدا. ميجيل ده طبعا كلنا عارفين بيستخدم في ايه، بيستخدم في البيرد. ايه تاني نازل؟ ده الجامبوس ايفنت زي ما قلت لكم. اه الايفر لاستنج فليم اللي هي الحاجات بقى اللي هي البفات اللي بتحصل في اللعبه، زي ما قلت لكم بتبقى مع كل فيستيفال. دي الريوردز بتاعه الجامب بوكس ايفنت زي ما انتم شايفين كده. انا هعمل زوم بس عشان تشوفوا كويس. هنا ليز، وبعد كده بوكس، والكامباك بوكس ايفنت، وبعد كده يورمجند وبوكسات، و ميجيلدا وبوكسات، وفري فيستيفال فري مالتي على اسكانور. وايه تاني؟ الكامباك بيقول لك بقى الكامباك بوكس ده فيه الكلام ده، والكامباك بوكس 2 فيه الكلام ده. خلاص. طيب. مفيش كلام مهم هنا. زي ما قلت لكم بقى هنا الايفر لاستنج فليم، البفات اللي احنا بناخدها كل فيستيفال. بيقول لك زي ما انت شايف كده زود 1 بينجو نمبر تيكت، يعني كل ما بتعمل حاجه بتاخد بينجو نمبر تيكت زياده. بيقول لك وين كليرنج سولجارز جراند ريورد دنجن اكسكلود جارانتيد ريورد، بتزود واحد على الحاجه اللي انت تكسبها من
من السبيشال دانجن اللي هم بينزلوه، اللي هو ان انت كل ما اللي انت هوريه لكم، اللي انت كل ما تعمل له كلير هتاخد اتنين جميتين فور فري. ايه تاني نازل؟ زي ما قلت لكم نازل البينجو ايفنت. طبعا كلنا عارفين البينجو ايفنت، بتجمع تيكيتات، تعمل درو سيلكت نمبر، بتشوف هيطلع لك ايه انت وحظك، وبيقول لك فورت اوف سولجارز بوس باتل وايفنت بوس باتل. دي الحاجات الاماكن اللي انت بتجيب منها ال التيكتس. فورت اوف سولجارز وبوس باتل وايفنت بوس باتل. وهنا المين ستيج ديث ماتش. دي البينجو، دي اللي هي بتختار، انت بتعمل سيلكت لنمبر معين، ودي اللي انت بتعمل درو على نمبر على طول. فهمتني؟ طيب. بيقول لك برضو اللي هي السلكت دي موجوده في الشوب، بتقدر تعمل اكستشينج 2 في اليوم بجولد كوين. خلاص، ده بيقول لك الحاجات اللي موجوده في الايفنت، البينجو ايفنت. نزل ايه تاني؟ نزل الايفنت بوس باراد كاث، اللي هو القطه. فنازله برضو هتبقى حلوه قوي. طبعا هعمل لكم عنها شو كيس. وزي ما قلت لكم الكلير كاونت هيبقى فيها 20 جمايه في الاخر لما تكلير 35 مره. وفيها زي ما انتم شايفين كده، لما بتكلير 10 مرات 50 جامب بوكس تيكت. عشان كده بقول لكم حاولوا تفتحوا قبل الريست وبعد الريست عشان تقدروا تكليروا 10 مرات. فاهميني؟ فتاخدوا ال 50 تيكتايه، فتقدروا بسرعه بسرعه تجيبوا زي ما قلت لكم هنا فين؟ هنا فين؟ عديتها ولا ايه؟ مش عارف، عديتها تقريبا. انا مش عارف راحت فين. هنا الراوند 10. تقربوا بقى بسرعه من الراوند 10 بتاعت اسكانور عشان يديكوا مالتي فور فري كده يعني. فاهمني؟ معلش طولت ما لقيتهاش. زي ما قلت لكم تكلير بقى كاث على طول. بيقول لك ممكن تعمل اكستشينج للاسنان اللي بتاخدها لما تكسب الكاس ب سيلفر كوين. الاكستشينج ايتم شوب فيها فيها اللاكي باج، وفيها طبعا اسمها ايه، الشامب بوكس تيكتس. وفيها بقى تكستشينج بقيه الماتيريالز بتاعت الايفنتات الجديده. والهيرو ارينا الجديد طبعا نازل فيه بقى، هيحط اكيد اسكانور. اهو هيحط اسكانور يا باشا عشان ياخد البف اللي هو ال 20%. مفيش حاجه اتغيرت على فكره في الهيرو ارينا خالص. كل حاجه زي ما هي في الهيرو ارينا. بيقول لك هينزلوا اهي بقى اللي بقول لكم عليها، الفولت اوف سورجاليس، الجراند ريورد دونجن. وبيقول لك لما تكليرها بتاخد ايه؟ بتاخد 2 جيمايه فور فري. والكلام ده شغال يا جدعان لحد امتى؟ فين؟ ما اعرفش، اعتقد لحد الريسيت الجاي بتاع الوحش الجديد. صح، لحد الوحش الجديد. طيب بيقول لك الكلام ده شغال لحد امتى؟ هيبدأ من 27 وهيخلص 1/7. اهو اهو زي ما انتم شايفين كده، هيبدأ من 27، اللي هو مش 27 عندنا بقى، هيبقى 28، اللي هو هيبقى يعني بالليل في 27. تمام. وهيخلص 1/7. claim the reward based on amount of diamond used during the event period. ماشي. بيقول لك والباي باك ريورد ايفنت. طبعا من الباي باك دايموند ده مش لازم تبقى ساحب على اسكانور نفسه، لا عادي. انت ممكن لو اشتريت حاجه تانية بالدايموندز، غير ان انت تسحب على الكاركتر، او غير ان انت تسحب على نفس البانر، لو سحبت على بانرات تانية هتشتغل برضو الباي باك دايموند ايفنت. ولو اشتريت بيها كاستمز مثلا بالجيمز او حاجه، هتحسب اي جيمز هتصرفها، بس تكون جيمز مش تيكتس. خدوا بالكم، جيمز. اي جيمز هتصرفها هتعد ناحيه الدايموند باي باك ايفنت. طيب منزلين ايه تاني بسرعه كده عشان الفيديو بدأ يطول؟ منزلين الفيفث انيفرساري ترافان ديكوريشن. بيقول لك الديكوريشن دي بتعمل ايه؟ الديكوريشن بتاع الترابيزه بيديك اكس بي جيند 1% انكريز. و الترافان جيست توك افكشن، بتاخد افكشن زياده. والاول ارياز ديس ماتش ريت انكريز باي 3%، يعني بيسرع الديس ماتش ان انت تلاقيه. كوكينج ثرو بان then increase ban affection increase by 2، يعني بتزود الافكشن بتاع بان 2. بيقول لك الاماكن اللي انت تاخد منها الحاجه دي: البنجو ايفنت، ستيب اب ميشن، وايفنت كلير بوس، باتل كلير ريورد، وستيب اب ميشن ريورد. خلاص، الموضوع سهل مش صعب. الاكستشينج بتاع كينج زي ما هو، بس اللي زاد عليه ان هو مديك ان انت تكستشينج ترو اويكن ماتيريال يعني 4 ل1، يعني تكستشينج 4 هيومن، ولو انت عايز تغيرها بديمونز او انجلز او يعني فاهمني، 4 ل1 يعني. فاهمني؟ زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما انتم شايفين اهو 4 ل1. خلاص. وهنا بتدفع 20 من دي، تاخد واحدة LR توكن.
الايفنتات بقى اللي موجوده اللي هي تايمز 2 تيكت ريورد والهيرو انهانسمنت وايكويبمنت سالفج ميرلين ايكويبمنت انجريفمنت، كلها حاجات اللي بتاخدها كل فيستيفال. بيقول لك اللاكي باج اللي بتاخدها فور فري، ممكن انت وحظك بقى جارانتي كروس يوز انيفرساري لاكي باج ايفنت اوبتين 6 باكس تو جيت 10 دايموند. لما تفتح 6 باك بتاخد 10 دايموند، وفي 25% لما تفتح باك هتاخد 25 دايموندايه. وهي دي بقى الريتس بتاعت السحبه اللي هتطلع لك زي ما انت شايف كده. اه سهل مش وحش. بيقول لك ان جيم اد ريورد انكريز، مش مهم الكلام ده. ديتيلز نمبر ديليمنت مش مهم. ايفنت هوك بس، الهوك بس اتغير يا جماعه بقى، يعني زاد على الناس اللي بتشتري. الفري اكستشينج ده حطوا فيه جلده وارثر، السكين بتاع ارثر ده حلو قوي يا جماعه. طيب ايه تاني نزل؟ غيروا بقى زي ما بقول لكم الهوك بس ريورد، غيروها بقت زياده للناس اللي بتعمل، للناس اللي بتشتريه، فاحنا هنعدي الموضوع ده بسرعه. بيقول لك في كمان اليونس هولي نايت سبيشال تريننج، بتاخد 2 جيمايه، ف جيمات فور فري مش وحش. سيستم ابديت، المين سكرين ابديت اتحطوا ادفانسد لوج، هنا بتفتحها بتقول لك ايه الحاجات اللي انت لسه ما عملتهاش وايه الحاجات اللي انت عملتها. حاجات كويسه جدا. وشالوا الديلي كويست زي ما انتم شايفين، قصدي شالوا لا ما شالوش، حطوا ويكلي تاسكس زي ما انتم شايفين كده، يعني هيبقى في ديلي تاسكس وويكلي تاسكس زي ما انتم شايفين، كلها حاجات سهله، مش صعبه، حاجات كلها بتخلصها في الاسبوع بتاعك، ممكن تخلصها في يوم حرفيا. فاعتقد هيبقى سهل جدا. سالفج اكويبمنت كوكينج كالكوليتر ايفنت سايلز، كلها حاجات ممكن تخلصها في يومك يعني، فاهمني. التشيكن دي يا جماعه عشان في ناس سالتني عليها، التشيكن دي بتاعت الجلد، لازم تبقى في جلد عشان تعمل تشيكن. خلاص. نيو ريتيرنينج بلايرز تشيكن ايفنت، الناس اللي هترجع بقى عشان اسكانور راجع هيبقى فيها الحاجات دي. هتاخد يوم السابع 20 دايموندايه، واليوم التالت 10 دايموندات، واليوم الرابع يعني شويه حاجات بقى جامده كده عشان انت ويلكم باك تو ذا جيم. وهتاخد جوسر وميلي. خلاص. فور فري طبعا، ادي فور فري طبعا. خلاص. in day 5 and 9 reward you can acquire SSR 5 or you can enhance HP and iron wall equipment. الشيستات ده يا جماعة بيبقى فيها زي ما قلت لكم SSR awakened enhanced HP iron wall، اللي هو HP defense. خلاص. ست كاملة بيقول لك من 5. ريتيرنينج بلاي برضه نفس الوضع، التشيكن ايفنت، وبتاخد هنا فيستيفال تيكت فور فري. الفيستيفال تيكت دي ممكن تختار منها اي فيستيفال زي ما انت شايف كده اللي هم من الشوب. حطوا ريكوجنايز الشوب منيو، حطوا غيروا الشوب منيو شويه، وحطوا حاجات ممكن تكلمها ديلي فور فري. طيب الشوب بقى بتاع الكوينز، حطوا يو ار كوين شوب زي ما انتم شايفين كده هنا. حطوا يو ار كوين شوب هنا زي ما انتم شايفين، يعني انا هعمل زوم ان شويه. في هنا واحد يو ار كوين بتاخد تقريبا دي 3 او واحد، انا مش شايف كويس، بس هي كده كده نازله بكره مش بعيده. وبرده بوكسات من الماتيريالز بتاعت الديمون كينج. وهنا بقى كل دي بوكسات تقدر تعمل لها ده ده بالفيستيفال كوين العادية، وده بالبلاتينم كوين. فيستيفال بلاتينم ويو ار، كلها حاجات جديدة اهي، في حاجات حلوة يعني. بس ليه ما غيروش دي، حطوها بأعلى من الخسارة. انا كنت عايز يغيروا الكي ده نحطه بجولد مثلا ولا حاجه، عشان السيلفر دي بنستخدمها في البوشنز. مش مهم. بيقول لك غيروا الوقت اللي انت تقدر تخش فيه الديمون كينج باتل ايفنت. بيقول لك من شابتر 26 الابيسود 593 لشابتر 24 الابيسود 510. حلو حلو حلو. بيقول لك certain mission in knighthood order will be changed. ايه اللي هيتغير؟ clear Surgeris attribute dungeon n times will be deleted and a new order will be added. لسه ما نعرفش ايه هو. لا لسه ما نعرفش ايه هو. بيقول لك في بقى شويه حاجات كده للديس ماتش، عشان الفيديو بدأ يطول جامد يا جماعه. ديس ماتش difficulty، يعني غيروا شويه حاجات كده في الديمونيك بيست. بيلموس عملوا ايه؟ بيقول لك each time the hero HP is depleted by 5% attack rate stats increase by 1% when using a skill. يعني بيقول لك بدل ما كان 1% for every 1% attack تاخد 5% for every 1% attack، بياخد 5% for every 1% attack. يعني كل ما يعني لو انت بتفايت البيلموس مثلا وخليته 1 شوت اللي هو 1 اتش بي والترن جه عليه، مش ممكن ما يعملكش 1 شوت خالص، لا انت يعني بقت اسهل شويه. بقى هو كان لكل 1% اتش بي ديبليتد، يعني كل 1% اتش بي ميسنج عنده هو بياخد 1% اتاك ريليتد ستاتس. دلوقتي بقت لكل 5 اتش بي برسنتد 1% اتاك. والاوريجينال ديمون شال الباف بتاع اللي هو الامورتاليتي اللي بيجي له في السكند فيز دي، لو انت بتلعب على الهيل طبعا بتكلم على الهيل. الامورتاليتي اللي في السكند فيز دي لو انت نزلته تحت ال 10% بيجي له امورتاليتي كده ويجي له شيلد.
فشالوا الموضوع ده، حطوا 100% ديكريز دامج تيكن. خلاص. الميموري كريستال اكستشينج حطوا بدل ما الكريستالز اخرها تتشال في الشنطه 99 بقت 999. الهوك باس شالوا الديلي ميشنز. بيقول لك ليفل انكريزد depending on achievement missions، فيها حطوا حاجه اسمها achievement missions. اي يقول لك الهوك باس ريورد بير ليفل ويل تشينج اند ذا ماكس ليفل ويل تيرن انتو 30، هيبقى من 25 ل 30. زودوا الحاجات للباي يا جدعان، الناس اللي بتشتري، واحنا زي ما احنا زي ما انتم شايفين كده فاضيه فاضيه. يقول لك البيرشيز دايموند حطوا بدل ما تشتري اول دايموند ليك بتاخد 5 تيكت فور فري، وحطوا سكادي الجديده اللي نزلت حطوها في الهيومن جاينت انون ريز درو. خلاص. وحطوا السكن بتاع ارثر، بتاع قصدي جوسر. ايه تاني؟ لا لا، كلها حاجات عاديه. طيب ده كان بسرعه كده يعني، حاولت يبقى بسرعه على قد ما اقدر اللي هيحصل في الابديت بتاع بكره. وزي ما قلت لكم، لو انت عايز تخش بدري بدري تلحق تلعب الحاجه، عشان زي ما انتوا عارفين الابديتات بتاعت الفيستيفال بتبقى كبيره. فلو عايز تخش تلحق تلعب الحاجه بدري بدري، خش بعد الابديت. هو الابديت يعني في العادي بيخلص الساعه 6 7 الصبح، والريست بيبقى الساعه 9 10 الصبح. انا مش فاكر بالظبط الميعاد 9 او 10، او بيبقى يعني 9 يا 10. فانت خليك في الامان يعني، افتح لو انت يعني عايز تخش بدري، تفتح على الساعه 6 6 ونص 7 كده. خلاص. وتخش بقى تخلص المشينات، تلعب الستوري، شوف انت عايز تعمل ايه. بس المهم تفتح بدري قبل الريست، عشان تاخد ال 30 جمية اللي هو الديلي لوجين ايفنت اللي هو فور فري ده. تاخد ال 30 جمية، ولما يجي الريست تاخد 10 جمية. فانت 40 جمية، 40 جمية و60 جمية من الستوري، ادي 100 جمية وانت قاعد في يعني في اقل من 3 ساعات او ساعتين. خلاص. ومش لازم طبعا تقعد ال3 ساعات بتلعب اللعبه، لا طبعا. انت مثلا تفتح بدري بس تعمل تشيكن تمام، وتاخد الريورد، تخلص المشينات بتاعت اسكانور عاديه خالص اللي هي هنا، المشينات اللي انا قلت لكم عليها دي، خلصها وخلاص. خلاص. طيب يا جماعه، انا حابب اعرفكم ان انا مش ناسي موضوع اللايف ستريم اللي انا وعدتكم بيه لما نوصل 500 سبسكرايبر. بس زي ما قلت لكم انا في فتره امتحانات، فعايزين لايك شير سبسكرايب رايكم كده على تحت عن الراجل اللي سايب امتحاناته ده ولسه مخلص امتحان والله، وجاي اعمل لكم ريكورد. فيعني وشكرا للناس اللي بتسال عليا، ناس محترمه، والناس اللي ما بتسالش عليا برضو ودخلت تكلمني في الديسكورد ناس محترمه برضو. من غير كلام كتير ومن غير ما اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتسيب لي رايك تحت في الكومنتس عشان اقدر اطور من نفسي. ولو عندكم اي استفسار عن اللعبه او اي حاجه عايزين تعملوها، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس، وتخشوا تكلموني في الديسكورد لو ما لقيتوش اي ريسبوند مني على الكومنتس. طبعا انا ما بقدرش، انا بقرا كل الكومنتس بس ما بقدرش اعمل ريسبوند لكل الكومنتس. فلو عندكم اي مشكله في 7 ديدلي سينز او سولو ليفلنج، يا ريت يا ريت يا ريت تخشوا كلموني على الديسكورد، هتنوروني. وسلام.